يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. نعم، كل العالم يحاول أن يقتل فينا العز بهذا الدين، كل العالم يصوب رماحه علينا في كل أرجاء الأرض. والله لو أن دينا تعرض لما تعرض له الإسلام في هذا العصر لما قامت له قائمة، ولكن يد الله تعمل في الخفاء، ولكن يد الله تعمل في الخفاء. بالأمس أصدر علماء حلب الشهباء بيانا يطالبون فيه الأئمة بعدم إقامة صلاة الجمعة في المساجد، لأن القصف الروسي والإيراني والسوري والإجرامي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يميز بين مسجد ولا مستشفى ولا مدرسة ولا جامعة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. منذ الاجتياح التتاري لبلاد الشام ما عطلت الجمعات إلا بهذا الاجتياح المغولي الجديد. صلاة الجمعة تقام في الأراضي المحتلة، تقام في المسجد الأقصى. من أنتم؟ إلى أي طينة تنتمون؟ بأي كتاب تقرؤون؟ والله أنتم شر المكانة وأضلوا عن سواء السبيل. لولا أن الله وعدنا وأخبرنا وأنبأنا لحق لنا أن نيأس، ولكن كيف نيأس وهذا كتاب ربنا ينطق علينا بالحق؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. ودقق في هذا التصوير، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، بالصوت ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. يا رب يا رب خلص الشام من أعدائها، وأعن على ظالمها الملعون. يا رب إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونون.